رياض محرز أيقونة من أيقونات كرة القدم الجزائرية والإفريقية والعربية على حد سواء، واحد من أمهر اللاعبين اللي يلعبوا بالرجل اليسرى، وأعتقد على أنه هناك ظاهرة كونية أن كل من يلعب بالرجل اليسرى يفترض أنه في عنده 50% من الإبداع. فبالتالي رياض محرز أنا أتصور على أنه قدم مسار أونتولوجي بكل معنى الكلمة، ختمها بأنه إضافة إلى إبداعه أصبح حكيما. وانا استمعت اليه يعني في الحوار الصحفي الاخير اللي قال من خلاله على انه هذه اخر مباراه له مع المنتخب الجزائري على مستوى كاس افريقيا الامم. صحيح سيتواجد في كاس العالم ومن الضروري ان يتواجد في كاس العالم لانه الاجواء هناك يحتاج المنتخب الجزائري الى قائد فعلي، الى رجل يعطي للشباب قيمه ومعنى من اجل المنافسه على القميص. لكن دعني اقول لك على انه في هذا القرار نوع من الحكمه. اولا لأن اللاعب عنده علاقة بجسده، اللاعب يجب أن ينصت إلى جسده، متى قال له جسده أنا لا أستطيع أن أكمل يجب أن يتوقف. وكيف قال زميلي فتحي أنه كل لاعب ذكي في مشواره يعرف متى تكون البداية ومتى تكون أيضا المحطة النهائية. وأعتقد أن رياض محرز يدرك جيدا على أن ما بعد كأس العالم يجب أن تترك الفرصة لجيل جديد. واعتقد كيف قلنا على ان هناك جيل جديد من اللاعبين ممكن ان يحملوا الامانه ليخلفوا رياض محرز. وكل التمنيات، وانا ما عنديش ادنى شك ان الجزائر قادره على ان تمنح لاعب في اخر في قمه رياض محرز الذي كان هو ايضا امتداد لنجوم واساطير. نتكلم كثير على رياض على صلاح دياز. لا بالنسبه للمنتخب الجزائري بغداد بونجاح ماجر رابح متجر. لكن انا اتكلم اكثر عن الاخضر باللومي. انا اكثر من كنت اعشقه في المنتخب الجزائري. الاخضر باللومي لاعب بمواصفات عاليه جدا، فنتمنى ان شاء الله ان الجزائر توجد الخلف السريع لرياض محرز. من الدار